ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم رينا من قناة بنات حوا ستارز. الفيديو بتاع النهاردة هيكون فيديو المسابقة. هنتكلم عن الشروط المفروض اللي انتي هتعمليها علشان تكسبي. طبعا في 3 بنات هما اللي هيفوزوا بالهدايا دي زي ما انتم شايفين. بس خليني كده قبل ما ابدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفي القناه بتاعتي اعملي اشتراك في القناه، وكمان فعلي اشعار الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو. كمان اشتركوا في المسابقه، وان شاء الله البنات تكسب، وان شاء الله اللي مش هيكسب في المسابقه دي هيكسب في المسابقات الجايه، لاننا قررنا ان احنا هنعمل لكم مسابقة كل شهر، علشان البنات كلها تكسب ومحدش يزعل. تمام. خلينا نتكلم عن شروط المسابقة، فتابعوا معايا الفيديو. قبل ما اقول لكم على شروط المسابقه، طبعا هي سهله جدا ما فيهاش اي صعوبه، بس هوريكم الهديه الاول وبعد كده نتكلم في الشروط. اول حاجه زي ما انتم شايفين هما 3 فرش و3 علب باليت اي شادو، طبعا علشان هما 3 بنات هما اللي هيكسبوا. تمام. زي ما انتم شايفين دي علبه فرش، اخترت لكم اللون ده شكله حلو. ده لون تركواز كده. احلى حاجه فيه ان انتي العلبه دي اللي هي اسمها كوبايه تحطي فيها الفرش، اذا كانت على التسريحه تقدري تشيليها مسافره بتاعي كده، فيعني البنات هت هتشوفها يعني اسهل بكتير من الفرش اللي هي العاديه التانية دي. تمام. فانا اخترت لكم الشكل ده. تمام. ده بالنسبة للفرش. طبعا جبت لكم الهدايا زي بعض علشان محدش يقول دي احلى والتانية احلى والكلام ده كله. خلاص. ده كده كانت شكل الفرش. هنيجي بقى لبالة الايشادو. باليت الاي شادو من الباليتات اللي هي الحلوه جدا. انا عن نفسي بستخدمها. طبعا الميك اب الارتست وكده بيستخدموها، بيشكروا فيها البيجامنت بتاعها والماتيريال تحفه. كمان الدمج بتاعها سهل، يعني لما بتيجي تاخدي اللون وكده بيبقى تقيل بقى، مش اللي هو بتحطي كذا مره علشان يديكي الدرجه اللي انت عايزاها وكده، لا. تمام. فدي احلى حاجه في الباليت دي، فاخترت لكم اللي هي مايت سينما. نيجي بقى لشروط المسابقه، هي سهله جدا. اول حاجه لازم تكوني مشتركه في القناه. بس مش هيكون القناة بتاعتي بس، لا، هيكون في قناتين تاني، يعني قناة بنات حوا ستارز، قناة ميرو ستار، قناة يوميات من بيتي. ال3 قنوات دول لازم تكوني عاملة فيهم نفس الشروط، لان احنا قررنا نختار من كل قناة بنت تكسب. تمام. من كل قناة بنت هتكسب علشان برضو زيادة الفوز بتاعتك تكون اكبر وكده، لان لما يكون في اسمك في 3 قنوات، تمام، لو ما اخترناكيش في القناة دي نختارك في القناة التانية كده. تمام. اول حاجة ده كده اول بند، اللي هو انت لازم تشتركي في ال3 قنوات دول. طبعا هسيب لكم اللينكات برضو ال3 قنوات في صندوق الوصف او في الديسكريبشن بوكس، علشان برضو ما يتوهش عنك. تاني حاجة لازم تكوني عاملة لايك للفيديو، مفعلة اشعار الجرس، ومختارة الكل، علشان برضو لما نيجي ننزل الفيديو بتاع الفوز وكده ما يضيعش عليك وكده. تمام. لازم بقى تعملي كومنت باسمك، بس يكون اسمك الثلاثي واسم المحافظة بتاعتك، علشان لو في بنوتة تاني اسمها متشابه معاك وكده فما يحصلش زعل وكده ولخبطة، فيكون اسمك الثلاثي احسن. طبعا هتكتبي الكومنت بتاعك ده برضو في 3 قنوات، وعلى كل فيديو اللايك وتفعيل الجرس، علشان زي ما قلت لك ان احنا نختار واحدة من كل قناة، فلازم تكوني عاملة الشروط في كل قناة زي بعض. تمام. لو في حاجة ناقصة، يعني لو في لايك ناقص مثلا او حاجة كده مش هتكسبك، فركزوا معايا. تالت بند معايا هو هتعملي فولو على الانستجرام بتاعي، هسيب لكم برضو لينك الانستجرام في الديسكريبشن بوكس وفي صندوق الوصف. اعملوا هناك فولو علشان برضو تكسبوا، ده برضو تالت شرط. رابع حاجة واخر حاجة، وانا شايفة ان البند ده مهم جدا، انك هتبعتي الفيديو ده ل5 اصحاب ليكي، يكونوا المقربين او قرايبك او زمايلك. اهم حاجة ان هم بيتابعوا على اليوتيوب وكده، فانت هتبعتيهم ل5، وهم كمان لازم يشتركوا في القناة. بس كده، مش عايزين اكتر من كده. طبعا حابين يشاركوا في المسابقة مفيش مشكلة. هيعملوا الشروط دي كلها، بس لازم ال5
يكونوا عاملين الكلام ده كله. خلاص. طبعا هتاخدي الفيديو برضو من كل قناة، بس هتبعتيهم ل5 تاني مختلفين. تمام، يعني من كل فيديو، لو انت طبعا عايزة تكسبي او من القناة دي او من القناة دي. خلاص، هو واحدة هتكسب، بس علشان تبقى الشروط بتاعتك متكاملة، لو خسرتي في القناة دي تكسبي في القناة التانية. فاهمين؟ فلازم تبعتي الفيديو ل5 أصدقاء برضو، بس يكونوا مختلفين عن الأولانيين. دي كده الشروط. هي سهلة، ما فيهاش اي حاجة. هو ممكن انتي تكوني شايفة ان الشروط دي صعبة وكده، لكن هي مش صعبة خالص. ده في 5 دقايق هتكوني مخلصة الكلام ده كله. تمام. نيجي بقى اقولك هنختار ازاي المتسابقين او الفايزين وكده. اول حاجة من خلال الكومنت بتاعك اللي هو باسمك واسم المحافظة بتاعتك. احنا بنيجي هنقرر، لسه هنعمل لايف او فيديو. من خلال الكومنتات هنفضل كده نجري لحد ما صباع، مثلا صباعي يجي على اسم بنوتة، فهيكون ده الفايز. خلاص، مش هناخد الارقام سوري الاسماء ونحطها في ورق والكلام ده كله، لا، هيكون برضو قدامكم. ان احنا هنفضل كده نعدي الاسماء كده لحد ما الاسم بتاعك يكون مثلا خلاص، هنعمل ستوب ونشوف الاسم مين او اسم مين اللي طلع. فحابة طبعا تكرري الكومنت بتاعك علشان الفرصة بتاعتك تكون زيادة في المكسب وكده، او الفوز. فدي ترجع لك انتي. انا عليا ان انا هفضل اجري في الكومنتات مثلا لحد ما حد يقول لي ستوب، فهقف ونشوف اسم مين الفايز. هنعمل الكلام ده برضو في ال3 قنوات، لان زي ما قلت لكم كل قناة هنطلع منها واحدة بس. تمام كده خلاص. عرفتوا هنختار ازاي. حاجة مهمة، اللي هتكسب وهاجي اكلمها وكده هتبعتلي سكرين شوت لكل اللي هي عملته، علشان بس اتأكد ان الشروط كاملة. خلاص، سواء القناة بتاعتي او قناة يوميات من بيتي او ميرو ستار، هتبعتلي ال3 قنوات، عملت فيه كومنت وعاملة فيه لايك وسبسكرايب، وكمان عاملة فيه مفعلة الجرس. تمام، علشان بس اتأكد من الشروط كلها كاملة. كمان هتبعتلي سكرين شوت للاصحاب اللي هي بعتت لها الفيديو ده، سواء اصحابها او قرايبها او كده اياكن، فهتبعتلي برضو سكرين شوت. تمام. الفيديو الجاي او الفيديو اللي هو هعلن فيه عن اسماء الفائزين وكده، هقول لكم ازاي اتواصل معاكم او هتتواصلوا معايا علشان تاخدوا الهدية. خلاص، ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون حبيتوه. كمان المسابقة تكون سهلة عليكم. انا شايفة انها سهلة، ما فيش اي حاجة صعبة. ممكن بعض البنات تشوفها صعبة وكده، بس انا مش شايفاها صعبة خالص. بس كده يا بنات، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. ما تنسوش كل شروط المسابقة تكونوا عاملينها علشان تكسبوا، وان شاء الله هنعمل كل شهر مسابقة زي دي. المسابقة دي يا بنات متاحة لحد آخر 15/4. معاكم لحد 15/4. المسابقة شغالة علشان بس أدي فرصة للكل إنه يشارك في المسابقة. بس كده، أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.